ايه رأيكم بقى؟ عملنا كل دول، يعني اكتر من 12 وحدة همبرجر بكيلو لحمة واحد. يعني ومن غير مكبس ولا حاجة، ما عندناش مكبس ولا حاجة. بالغطا ده، الغطا ده تعملي كده وتحطي فيه كيس النايلون كده، نص كيس نايلون تكوني قطعاه كده، فاتحه كيس نايلون قطع نصه، ويبقى النص كده. تحطي بقى هنا اللحمه وتبططيها قوي وتقلبيها وتغطيها، تلفيها بقى، وبعدين ترصيه كله كده في طبق كده وتحطيه في الفريزر. بعد ما تحطيه في الفريزر هتبص تلاقيه حجر بقى، زي ساعتين كده بتاع هتلاقيه زي الحجر. هتروحي لماهم في شنطة وسايباهم بقى في الفريزر، وقت احتياجك ليه، وقت ما عندكيش عشاء، وقت مش قادرة تعملي أكل، وقت جاية من الشغل مش فاضية تعملي ومش قادرة تعملي حاجة. كل ده بكيلو لحمة هتخلي، أو تعملي 2 كيلو، تبص تلاقي عندك حاجة في البيت. يعني ضامنه ان انت هتلاقي حاجه، ما تبقيش قلقانه ولا متضايقه في اي وقت. ان شاء الله نص الليل حد عايز ياكل هتعملي له، جايه من بره هتعملي. يعني في كل الاوقات، وعامه الولاد بيحبوها جدا جدا جدا. بس لو هي عندكم يعني ولاد مش بنات، ما تكتروش وما تحطوش نص كوبايه فول الصويا دي، لانها بيقولوا بتأثر على الذكورة شوية، واقروا عليها. يعني ممكن تستبدلوها بأي حاجة تانية، أو تعملوها لحمة خالص، أو ممكن تستخدموها معلقتين بقسماط أو أي حاجة، وممكن تعملوها بلحمة خالص. مفيش أي مشكلة، هتمسك وهتبقى زي الفل. بس دي أنا معلومة عرفتها فلازم أبلغكم للأمان. لو بنات عادي مفيش مشكلة، لو مرة ولا اتنين برضو مش هتفرق لو ولاد. انما لو هتستمر بقى وتعمليها لهم على طول على طول، خدي بالك بس من النقطة ديت، وهتبقى جميلة أوي، هتعجبهم. وبألف هنا وشفا، وأتمنى لكم التوفيق، وما تنسوش اللايك والشير. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم أحبابي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل وصفة سهلة وجميلة، وكل الأولاد بيحبوها جدا جدا جدا، في أي وقت بيحبوها. فعشان كده احنا لازم نبقى عارفينها كويس، علشان هي أصلا برضو بتسهل علينا أوقات الواحد تبقى مش قادرة تعمل أكل، بتبقى عندك الهمبرجر دي يعني إيه، حاجة منقذة بالنسبة لي. فأنا دلوقتي جايبين كيلو مثلا لحمة عندك، أو أقل أو أكتر، أو حتى إن شاء الله ربع كيلو لحمة اللي عندك. أنا مطلعة من الفريزر اللحمة. المهم هتحطي عليها ايه؟ نحط التوابل بتاعتنا السهله جدا. اول حاجه نيجي هنا نجيب القطعه بتاعتنا، لان اللحمه المفرومه ديت ما ينفعش نحطها ونعملها همبرجر على طول، لان هي بتبقى خشنه. اللحمه الهمبرجر لازم تبقى ناعمه، فلازم نعمل ايه؟ نحطها في الكبه الاول، ناخدها وش مع التوابل دي كلها. التوابل بقى اللي هي ايه بقى؟ معلقه كبيره بصل بودره، معلقه كبيره توم بودره، ما بنحطش بقى بصل ولا توم من العادي. يبقى معلقه كبيره بصل بودره، معلقه كبيره توم بودره، معلقه صغيره فلفل اسمر، معلقه صغيره، نص معلقه صغيره توابل، نص معلقه صغيره قرفه، نص معلقه صغيره كزبره، نص معلقه صغيره شطه، معلقتين ملح. وبحط كمان بقى عشان تبقى جوسي وجميله 4 معالق كاتشب، بيديها طعم جوسي وجميل جميل جدا جدا جدا. ومعلقتين من توابل ايه؟ من توابل الهمبرجر من عند العطار. وبحط معاها، ده اختياري، عايزه تحطيه حطيه، وما تحطوش ما تحطوش. لو انت مش بتعمليها كتير حطيه يعني. ده نص كوبايه فول صويا، ونقعتهم في حبه ميه دافيه، وعليهم البابريكا. بس ما تكتريش، لو عندك ذكور اللي هياكلوا منها ذكور، مش كل يوم بقى تعملي لهم وهم ذكور، لان الفول الصويا ده بيعمل مشاكل شويه للذكور. بس طبعا لو هي مره اكله او حاجه وهو نص كوبايه في كيلو مش هيأثر، لكن لو هتعملها باستمرار باستمرار باستمرار، استبعدي خالص الفول الصويا، وهتبقى حلوه برضه، هتبقى جميله برضه ونفس النتيجه. ومعانا 150 جرام ليا ضاني، هيدوها طعم جميل 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 جدا جدا، وهتبقى في منتهى الجمال. صدقوني هتبقى يعني مش عايزه اقول لكم طعمها عامل ازاي. اول حاجه بنحط طبعا، بنجيب القطعه بتاعتنا اللي هي فود بروسيسور، نحط فيها لحمتنا اهي. انا جبت الفود بروسيسور وبحط فيها اللحمه اهي. بعد ما حطيت اللحمه هحط عليها
150 جرام ليا ضاني او اي حته دهن. ما عندكيش ليا ضاني، اي حته دهن. ما عندكيش ليا ضاني، ممكن تحطي اي قطعه من الدهن اللي انت جايباها او تجيبيها من عند الراجل اللي انت بتجيبه. ونروح حاطين عليها فول الصويا. معلش انا بحط بايد وبصور بايد ولابسه لفظ عشان كده. بصوا، وحطينا نص كوبايه الفول الصويا. تمام. وهحط عليها التوابل بتاعت الهمبرجر اللي انا جايباها من العطار. عندك برضو، عندك ما عندكيش التوابل دي كلها اللي انا حطاها كفايه قوي. اللي هي هرجعها لكم تاني، اللي هي معلقه كبيره توم باودر، معلقه كبيره بصل باودر، معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه بهارات، نص معلقه قرفه، نص معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه شطه، معلقتين ملح صغيرين. وهنحط ده كله على الحاجه دي، وبعدين هنحط عليها الكاتشب ده وهنقفل عليها ونروح نضربها في الكبه ديت، وهنرجع لكم تاني نشوف عملنا فيها ايه. دلوقتي ادي الهمبرجر اللي احنا عملناها زي ما انتم شايفين شكلها جميل ازاي. بصوا، في عملنا منها حطينا على بعضها بقدونس، وفي اللي ما حطيناش عليها بقدونس اهي. شكلها جميل جدا. انا فاتحه بس الاكياس اللي عشان اوريكم. وعملتها ازاي؟ انا ما عنديش، بعد ما سقعت شويه كده 10 دقايق في الفرن سوري في الثلاجه، رحت جايبه الاكياس الصغيره دي وبتفتحيها كده، تبقى ورقه واحده كده. تفتحي الكيس من الجنبين ومن تحت بيبقى ورقه واحده، بتروحي حاطه نصه تحت، يعني تجيبي نص الورقه وحطها في الغطا، وتروحي حاطه عليه اللحمه كده، وتروحي ضاغطه عليها بتغطي كده، وتروحي غطى عليها كده، وتعملي كده. تعملي ازاي؟ تعملي كده 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 كده، وتضغطي عليها تاني كده كده كده، وتمسكي الورقتين بقى مع بعض كده اهو، تقلبيها على ايدك كده، تمسكي الورقتين مع بعض تشديها كده، طلعت معاكي اهي. شوفي شكلها عامل ازاي، ولا مكبس ولا اي حاجه. عايزه تعملي لها رسمه المكبس كمان، ما تزعليش يا ستي، نعمل رسمه المكبس كمان. اي سيخ عندك وتروحي عامله كده، وتروحي عامله كده فيها، وتروحي عامله كده فيها، اتعملت برسمه المكبس ولا تزعلي اهي زي ما انت شايفه كده. وتروحي مغطياها كده، عاملاها كده، وتروحي مغطياها كده اهو تاني، وتحطي بقى كله فوق بعض. يعني دي تغطيها بقى كده، دي كل واحده ليها كده نص كيس بتاعها، تروحي فرداه كده ومغطياها، وحاطه دي فوق دي، وتغطي كده دي اهي كده، تلفيها كده وتحطي دي فوق دي كده وترصي. وبعد ما ترصيهم كده كلهم، تروحي بقى ايه حطاهم في طبق مفتوح زي ده كده او صينيه، او تحطيهم على طبق، اي حتى طبق زي ده كده، او طبق كبير سيرفيس كده مستطيل، وتروحي حطاهم كده جنب بعض كده. سوري خبطت الكاميرا. بصوا، تروحي حطاهم كده جنب بعض كده وفوق بعض كده في الفريزر. تحطيهم فين؟ في الفريزر، اي وقت بقى تحتاجي منها تطلعي اهي. لو انت مش لو هتعمليها على طول زي مثلا كده، هتروحي عامله ايه؟ هتروحي حطاها في التلاجة ربع ساعه ولا نص ساعه، وبعدين تعملي فيها. هتعملي، لو عارفه، لو عملتي 2 كيلو كل شهر، اما تجيبي لحمه الشهر تعملي 2 كيلو منهم همبرجر بالشكل السهل ده، هينفعوكي في ايه؟ في اي بنتك ابنك جايين مستعجلين، عايزين ينزلوا مستعجلين، قبل ما تعملي الاكل تعملي لهم عشاء خفيف، ممكن رايحين مشوار، ممكن رحلات، ممكن كل حاجه ممكن اهي. اهي لفه، حطيت بقى شويه بقدونس. في ناس طعم البقدونس في المشويات بيبقى حلو قوي في اللحمه وكده، ومع حاطه فيها انا دهن ليه خروف، فبيبقى طعمها جميل مع البقدونس، ولما تتشوى كده بتبقى حلوه جدا. فحطيت، في ناس بتحب البقدونس حطيت، في ناس ما بتحبش ما تحطيش. وهم كلهم بصي محطوطين على بعض كده، وتروحي حاطه في الفريزر بقى، بيبقوا زي الحجر بقى. بعد كده تلميهم بعد كده في كيس، بيبقوا زي الحجر، تلميهم بقى في كيس كده، وتشيلي الطبق وتربطيهم وتحطيهم في الفريزر. كل ما تعوزي تستخدمي منهم
تطلعي واحدة، تطلعي 2 حسب رغبتك. وطبعا انتوا عارفين طريقة التحضير بتاعها. بنجيب العيش الفينو وبنحط نقطة زبدة كده في الطاسة، ونروح قاسمينه نصين وكافينه كده في الايه، في الجريل التيفال، ياخد ايه، ياخد حاجة خفيفة كده، كرملة خفيفة كده. وبعدين بتحطي شرايح بصل، شرايح طماطم، ورقتين خس زي بقى ما يحلالك وتحبي. ودي تعمليها في الطاسة برضو التيفال، تحطي نقطة واحدة زيت تمسحي بيها الطاسة، وتبصميها بقى كده على الطاسة اللي هي مصبعة او طاسة عادية حتى مش مصبعة كده. يعني مش لازم تكون واخده شكل الشوايه. انت عملتيها بشكل الشوايه اهو، ولسه الباقي ما عملتوش اهو، لسه هكمله بقى بعد كده بعد الفيديو. بصوا قد ايه، يعني كيلو هيطلع لك حوالي 12 همبرجر. تخيلي بقى 12 سندوتش همبرجر مش بالنظافه دي بقى، مش بالجمال ده، مش قطع اللحمه على ايدك وفرماها وجايباها في البيت وعاملاها همبرجر على ايديكي، لا بالكلام الفارغ بقى اللي انت فاهماه بتاع بره. شوفي السندوتش الواحد هيسوى كام، وانت تجيبيه بعد ما تعمليه وتحطي عليه ممكن مربع جبنه سلايس، ممكن تحطي عليه جبنه كريمي، ممكن تحطي اللي عايز يحط طحينه، اللي عايز يحط كاتشب. شكلي بقى وهاتي لهم بيبسي وفرحيهم، وربنا يفرحكم جميعا. واتمنى تفرحوني بقى انتوا باللايك والشير، واشكركم والى اللقاء.